مساء الخير. السلام عليكم. ازاي؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك. ومبروك على حزب النور انه ظهر للنور. الله يبارك لك. نشكر. هل حزب النور بظهوره الجماعه السلفيه في مصر هتتبنى نفس منهجيه جماعه الاخوان المسلمين اللي هي الجماعه الام للجماعات الاسلاميه، وتقول الجماعه حاجه والحزب حاجه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد. اول حاجه احنا نشكر الشعب المصري على ثقته الغاليه اللي اعطاها للحزب، ونشكر الجماهير الحمد لله اللي بتلقانا بحفاوه بالغه بفضل الله عز وجل الحمد لله. الامر الثاني احنا يعني عايزين نغير برضو اعلامنا شويه. الثوره الحمد لله غيرت اشياء كتير في الشعب المصري. عايزين نبدا بقى الحاجه الوحيده اللي ما اتغيرتش الكومبارس اللي كان موجود قبل كده، يعني نفس المنهج الاعلامي اللي كان شغال رجع تاني. احنا عايزين نبدا نتكلم، بمعنى عايزين نبدا نناقش الامور بحكمه وباولويات تخدم الشعب المصري وتخدم مصر اللي احنا كلنا عايزين نخدمها. بالظبط. فاحنا النهارده لما نتكلم لو قعدنا بس بدل ما ناخد عناوين نركز في المعاني شويه هنفهم. اذا حسن التصور حسن التصرف. فاحنا لو تصورنا للاشياء بقى مظبوط هنقدر نحكم على الاشياء ايه، والحكم على الشيء فرع عن تصوري. النهارده احنا بنتكلم جماعه اخوان المسلمين، وهي جماعه وطنيه نحترمها وفصيل مصري الكل يحترمه. اسمها جماعه اخوان المسلمين، مفيش حاجه اسمها الجماعه السلفيه اصلا. امال اللي بيقولوا السلفيون بقى، السلفيون ماشي يبقى اللي بيحرك جموع السلفيون. السلفيون يتحركون من جامعه مش الكاتدرائيه. السلفيون يذهبون لامبابه. السلفيون مع نفسهم. جميل جدا. زي الثوره من غير قاده يعني، ولا ليها قاده؟ بنتكلم في معالجه اعلاميه وبنتكلم في واقع انت تعيشه وانا اعيشه. احنا بنتكلم التيار السلفي او الفكر السلفي فكر وتيار لا يجمعه تنظيم ولا جماعه مثل غيرها من الجماعات او التنظيمات. احنا بنتكلم على فكره، ولذلك تجد من الناس كتير من الناس تطلع تقول الاعلاميين يقول لك لا ده الشعب المصري كله سلفي بناء على المنهج والفكر الموجود. فاحنا بناء على هذا اذا جاء بعض الناس او بعض ابناء هذا الوطن كربونه من هذا الوطن وارادوا العمل لخدمه هذا الوطن، انت سميتهم سلفيين او سميتهم غيرهم، ما هو في فكر النهارده في. انا ما سميتهمش، انتوا كله يا جماعه اجمالا نحن لا نتبرأ من هذا الاسم. الاعلام هو مرآة لحقيقه واقع. جميل جدا. بيقولوا يعني انا هقول لك حاجه. حضرتك يعني مش سلفي؟ لا نحن لا نتكلم، ليس هناك لا يوجد مفيش جماعه اسمها سلفيين. الجماعه السلفيه مفيش حاجه اسمها سلفيين اساسا. في فكر سلفي موجود. الفكر اللي هو الفكر ده ملوش قاده، ملوش زعماء، في رموز ملوش فكريه، تنظيم ليه؟ لا في رموز فكريه، في مشايخ، في كذا، انما مش عاملين تنظيم زي الاخوان. لكن مفيش تنظيم اسمه تنظيم السلفيه، مفيش كده، مفيش تنظيم، مفيش اشتراك في جماعه اسمها الجماعه السلفيه. طب استاذنك ناخد المداخله معانا على التليفون. معانا استاذ سيد حسين. اهلا، مساء الخير يا فندم. مساء الخير. مساء الخير على الدكتور احمد الراجل الرائع المفكر المبدع. عايز اقول لحضرتك ملاحظه صغيره، ان حضرتك حزب التحرير حزب يجمع كل التوجهات. كون ان الدكتور احمد ليه توجه ديني معتقد، اعتقد ان التوجه ده ما يفرضش على كل المؤسسين للحزب، والا كان وصم حزب الاخوان المسلمين بانه حزب قبطي، لان فيه نائب رئيس الحزب قبطي. ما احنا سالنا بس احنا بنعرف الناس. سلفيه فيها مسيحيين قد وصفت بانها قبطيه. احنا ما قلناش الحزب قبطي. انا عضو اللجنه التاسيسيه برضه، ومعانا من كل الاطياف، مسلمين ومسيحيين وليبراليين وعلمانيين. فاعتقد برضه نحترم طبعا توجه الدكتور احمد، وكلنا احنا بنحترم اي مواطن يحمل لفظ مصري، واحنا رساله حضرتك وصلت، بس احنا بنحاول نوضح الامور، واحنا بنشكر حضرتك. تقريبا الخط قطع او حاجه. طب نرجع تاني للدكتور محمد. اذا احنا عايشين في واقع، في مجتمع، وبالتالي الملايين المتدينين في الشعب المصري. الشعب المصري اصلا شعب السمه الاساسيه فيه انه متدين. فملايين المتدينين فيه اذا راى في اتجاه فكري معين هو مرجعه وهو الحل لمشاكل البلد، من حقه انه يكون حزب، ويكون حزب يعبر عن هذه الرؤيه، ويرى ان في حلول اقتصاديه واجتماعيه تنبع من فكره دوت. طب ليه مثلا يعني شباب الثوره اللي قاموا بالثوره احنا ما سمعناش عن السلفيين ان هم ده بافتراض ان انا ما كنتش في التحرير. لا ممكن تكون في التحرير. لا بافتراض ان بص حضرتك، احنا لما هو مش كل اللي عدى في التحرير هنقول عليه ساير يعني. هقول لسعادتك حاجه. مش بنصنف الناس. انا بسال سؤال بس نحط النقط. انا هسال سؤال معين. يعني الجماعه السلفيين، انا كان دايما بالنسبه لي وكثيرين من المصريين، احنا السلفيين
ناس بيدعوا لله بالحكمه والموعظه الحسنه، وناس هاديين جدا وما لهمش اي تطلعات سياسيه، هم ناس دعويين. ايه اللي خلاهم يعملوا حزب؟ في فرق بين، ولا ده برضو مع في الثوره؟ فرق ان انا يكون ليا تطلعات سياسيه او رغبه في الوصول لسلطه معينه، فرق ان انا يكون عندي اهداف للاصلاح وعندي رغبه في تغيير المجتمع للافضل ورغبه لخدمه هذا الشعب. في فرق بين ده وده. الى الان ليس لنا يعني تطلعات او ان احنا داخلين نحط ده ان احنا نفرض سطوه او سلطه معينه، بالعكس احنا داخلين نخدم هذا الشعب، واظن ده اللي بيشترك فيه جموع الشعب المصري. بالزبط. احنا عايزين نبدا نخرج من القيم السلبيه نروح للقيم الايجابيه. النهارده لما انا كنت في التحرير وحضرتك يمكن كنت في التحرير، لو لاحظت انا في ملاحظه واحده اساسيه كلنا لاحظناها، كل واحد كان واقف في التحرير رافع يافطه، كان رافع مظلمه شخصيه بينه وبين النظام. تمام. الملايين كانت الموجوده كانت تعاني من قهر وسلطه النظام. وحضرتك كنت مع اسقاط النظام؟ ما اظنش ان كان في مصري مش مع اسقاط النظام. طب طب السلفيين كانوا ده السلفيين قيادات سلفيه كتيره اعلنوا ان هم في بدايه ان هم مع النظام وان هم ضد اولا اولي الامر وطاعه اولي الامر. ده من باب اطلاق الكلام، لكن الذي اعلن ذلك يسال عن ذلك، الذي اعلن هذا يسال عن ذلك. طب ما حدش من اللي اعلن ده دخل في الحزب؟ يعني ما اظنش انه هيحب يخش في الحزب، يعني اصل في متلونين كتير للاسف. لا يعني الحمد لله رب العالمين، لان احنا في النهايه احنا في الحزب يعني اللي هيخش هيجد عمل وتضحيه وبذل، مش هيجد مكافآت. فاللي يجي يخدم، احنا زي ما شايفين يعني ابناء الحزب في كل الدوائر العمل الاجتماعي بتاعهم موجود، محاوله رفع المعاناه عن ابناء الشعب ده موجوده. فاللي هيخش يشتغل اهلا وسهلا، عايز بقى يتلون وينزل يشتغل معانا في الارض اهلا وسهلا بيه. طيب هيحضرني سؤال المواطن البسيط بيقول من خلال اللي بيحصل واجهاد الثوره واصل الجماعات الدينيه نطت على السلطه وقضوا على الثوره واصل دلوقتي اللعبه بقت بين السعوديه وايران، السعوديه عملت حزب عشان السلفيين والدعوه الوهابيه، وايران عايزه تعمل حزب التحرير عشان الشيعه، ومصر دوله، وامريكا مش عارف، واسرائيل بعت جاسوس. الناس بقى عندها روح المؤامره، بقوا خايفين من كل حاجه. انا اعتقد ان الشعب المصري انضج بكتير من كده. واعتقد ان احنا اكبر من كده. يعني صعب جدا ان احنا نلاقي ان المصريين يحركهم فلان وعلان ودول يعني انت يعني مع احترامنا ليها وكده يعني لا تساوي قامه مصر يعني. ما اصل يعني ما اظنش في اشكاليه يقول تمويلات الاحزاب دي بسرعه جت منين؟ اول حاجه انا احب ان انا يعني نركز على المصري ما بيتباعش ولا بيشتغل. لا احنا ولا حتى قلنا ولا حتى لو عايزين احنا مش عايزين نختلف الرئيس السابق قلنا مش هنبيعه. لا احنا مش عايزين نختلف مع نفسينا. الشعب اللي قام باعظم ثوره بشهاده كل الناس في التاريخ، نيجي نقول ان الشعب دوت هو نفسه اللي اتلعب بيه ويضحك عليه ويتعامل مش طبيعي. حزب النور هل في برنامجه تطبيق الشريعه الاسلاميه بما فيها من حدود؟ نحن نعتقد ان اول شيء ان الدستور المصري بينص ان الشريعه الاسلاميه مصدر السلطه، ونعتقد ان احنا نعمل باذن الله تعالى لاجل مصلحه الشعب المصري ومصلحتنا احنا، لان احنا الشعب المصري، احنا جزء من الشعب المصري. ولا نعتقد ان الشريعه تتعارض مع مصالح الشعب ولا مصالح الناس ولا مصالح الامه، بل هي الشريعه جاءت لتحقيق مصلحه البشر. فنعتقد ان العمل في تحقيق الشريعه او السعي لتطبيق الشريعه تطبيق حكيم للشريعه هو جزء من عمل لمصلحه هذا الشعب. زي ما الليبرالي من حقه يرى ان الليبراليه دي فيها حلول للشعب، وان الماركسي حقه دوت، احنا من حقنا بالاساس حلولنا الاصيله اللي نبع من تدين الشعب المصري انه يرى ان مرجعيته للاسلام او مرجعيته لدينه هي اللي فيها حل لمشاكله. يعني مش معقول ندي الحق لكل الناس. لا. ويجي الراجل اللي شايف ان الدين بتاعه في حلول جاي، يعني حلول هي الحلول المسلمه. احنا بنحترم ده. انا بسال منهجيه الحزب هل هيطبق الشريعه؟ انا ادعو يعني حضرتك ادعو كل المشاهدين ان هم يرجعوا لبرنامج الحزب. البرنامج الحزب ان احنا بنرى ان الشريعه الاسلاميه هي تحقق مصلحه العباد، وان العمل على وان الشرع يدور مع المصلحه حيث دار. فاحنا لما بندور للمصلحه هي طب هل الحزب يتبنى فكر بعض دعاة السلفيه زي اللي اتقال احنا على الشباب ان يجهزوا انفسهم لغزو اوروبا والاستيلاء عليه يعني ولا الكلام ده كلام يعني اظن يعني ايه كلام كده وخلاص؟ في حاجه اسمها اولويات. الشريعه اتت بالاولويات بفقه الاولويات. احنا النهارده احنا بنتكلم في شعب يعاني
شعب يعاني في اكله وشربه وتعليمه وصحته. فالنهارده هل انا دلوقتي في اقدر اعمل اي حاجه اصلا؟ احنا الشعب عايزين نوفر له انبوبه البوتاجاز. طب هتقفوا قدام الاخوان في الانتخابات ولا عشان يا جماعه الامه هتعملوا تقسيمه؟ يعني احنا نرحب بالتعاون مع الجميع لمصلحه هذا البلد. يعني تعاونوا مع الاخوان؟ احنا بنقول يا اخواننا للاخوان والغير اخوان اخواتنا، كل الناس يجب ان احنا نبص شويه، ندع الخلاف ونيجي للنقط الايجابيه، نحاول نتعاون لمصلحه هذا البلد. يعني مش هيبقى في صفقات سريه او علنيه ما بين الجماعات الاسلاميه او بين الجماعات الاسلاميه وبعض الاقباط؟ العمل السياسي عمل مفتوح، عمل مفتوح يعني مفتوح ويجوز الاتفاق فيه والتعاون وكده، بل بالعكس احنا بندعو للتعاون والتوافق مش للمعارك. يعني مش من الحكمه ان احنا نضيع اموال ولا جهد ابناء الشعب دوت في معارك سياسيه لا طائل تحتها. الاقباط في رعب اول ما سمعوا ان حزب النور طلع للنور. لا ما اظنش حضرتك، لان يعني في ناس اقباط كتيره كانوا يعني احنا مش يعني خلينا نشتغل بيقولوا هم هيخلونا نتحجب